اخبار يا اسلام؟ تمام الحمد لله. طيب، كان ادهم كاتب كومنت، فنقراه واقول لك نشوف تعليقك ايه برضو عليه، عشان حاجة لها علاقة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. بيقول: انا هدفي الاول والوحيد من نشر البوست كان نقل اللي حصل وتوضيح ان النجوم مستعدين يرجعوا، لكن ما حصلش. بعد ما الموضوع اصبح عند الجمهور لهم كامل الحرية للتصرف بالمعلومات دي. هو كاتب كومنت طويل قوي. زي ما يحبوا. وهل هيبقى في امل تغيير ولا لا؟ في امل بس ضعيف. الفيلم بقيله اقل من شهر ونص ويتعرض، وفكره اعاده تسجيل الدور لوودي وريكس ممكن ما تاخدش غير اسبوعين، بما ان باقي الادوار متسجله. في ايام الحمله البحث عن دوري كانت دبلج اوريدي بالفصحى 100%، ولكن حصل ان هم عادوا الجمل دي يعني. بس كده، وده بياخد وقت اكتر بكتير من مجرد اعاده تسجيل دورين. تمام. طيب يا اسلام، انت ايه بقى تعليقك عن الموضوع؟ هو انا بصراحة يعني اللي قاله ادهم فعلا ممكن يحصل في حالة ان هم لو هيعيدوا الحوارات تاني امم. بتاعت يحيى الفخراني واللي هو الدور بتاع وودي يعني وبتاع ريكس. اوكي. بس اهم حاجة ان ديزني تعرف اللي عمله الاستوديو. امم. يعني بس فكرة ان المماطلة اللي عملتها والمبررات والحاجات اللي هي كانت غير منطقية دي، لو بس ديزني عرفت بالموضوع ده يمكن تتحرك في الموضوع ده. لكن انا بتهيألي بالموقف اللي هم عملوه، اللي هو حتة ان هم يبعتوا الايميل يقولوا لا اصل هو الممثل اللي اعتذر، اصل هو طلب مبلغ معين، اصل مش عارف ايه، وديزني اقتنعت بالكلام ده. لا يعني المفروض الحياة تبان، يعني فاهم قصدي؟ فهمت. فيمكن دي بس، يعني هم للاسف يعني امنوا نفسهم من حته ان هو موضوع اللي هو يعني الموضوع خارج عن ارادتهم، يعني هم مرحبين عادي. ايوه. لكن الممثلين هم اللي جت منهم هم. بس فهمت. مشكورا ادهم وضح لنا ان الممثلين ما كانش عندهم اي اعتراض في بالظبط. الموضوع. بالظبط حتى فعلا. هاني رمزي انا اتضايقت من لما انا قريت البوست بتاع ادهم. الكومنت لما هو بتاع هاني بيقول رمزي يعني حزين قوي. حزين قوي. جدا اه. جدا، ده هو حتى لما كانوا قالوا له اعرض قول ميزانيتك او قول مبلغك، فهو ما كانش عايز يتكلم في الحاجات دي، فقالوا له لا لازم تقول. فهو قال بالظبط. مبلغ. الكلام ده برضه وفقا للكلام اللي قاله ادهم. صح. اه. قال مبلغ قليل، وقال لو برضه ديزني مش موافق انا موافق، ولو امم. حتى لو ببلاش. يعني شوفي وصلت لايه. ايوه، ايوه. ومع ذلك كانهم يعني عملوا تلكيكه او حاجه، قالوا لا المبلغ اللي انت قلته ده ما ينفعش وشكرا وبنعتذر انا لك ومش عندي عارف حاجه ايه. بس يعني الصراحه بره الموضوع، مين قرا الكومنت بتاع هاني رمزي بصوته؟ عشان الصراحه آه. اكيد مش انا لوحدي اللي قريته بصوته يعني. انا قريته بصوته قوي. يعني عارفه اللي هو ايه. ايوه ايوه. تمام. طيب انا هقول لك اقتباس يا اسلام، ماشي؟ وجاوب عليه.